السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم جميعا؟ وحشتوني كتير كتير كتير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة جاية لكم بوصفة حلوة قوي بتعجب الكبير والصغير. يلا تعالوا معايا عشان نعرف مقاديرها ايه. مقاديرها موجودة في كل بيت. يلا مع بعضينا عشان نشوف هنعمل ايه. ومعايا النهارده المقادير اللي هنستخدمها في احلى كيك شوكليت اللي البيت كله فرحان ان انا هعملها النهارده بجد. تعالوا نشوف مقاديرنا مع بعض ايه هي. معايا كوبايه من اللبن، وكوبايه من الزيت، وكوبايه سكر، ومعايا كمان كوب وربع من الدقيق. كوبايه وربع دقيق، تمام كده. ومعايا كمان كوبايه فاضيه هقول لكم هنعمل بيها ايه. ومعايا 3 بيضات، 4 معالق من الكاكاو الخام، وعندي كيك شيف وفانيليا. للتزيين بقى عندي سبرينكلز، وعندي شوكليت شيبس، ومعايا كمان فراوله، ودي حسب رغبتك، عايزه تحطيها مش عايزه، هي بتدي شكل حلو لو جاي لنا ضيوف او حاجه. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. هنحط الحاجات السايله كلها مع بعض، اللبن والسكر، زيت، الكاكاو الخام. وهنا بقى الكوبايه الفاضيه اللي انا قلت لكم عليها دي هنشيل منها شويه من الخليط، لان هو ده اللي هيبقى الصوص بتاعي بتاع الشوكولاته من فوق، بتاع الكيكه من فوق اهو. هنعمل ايه بقى في الخليط الباقي ده؟ هوريكم بقى هنعمل ايه مع بعض. الخليط اللي متبقي عندي بقى احط ال3 بيضات، وهحط الفانيليا، ونبدأ برضو نخلط تاني لغاية ما يتجانسوا مع بعض. وبكده نكون خلطنا سوا الخليط ده. تعالوا نشوف بعد كده هنعمل ايه. هنحط بقى الدقيق بتاعنا، كيك شيف، واحدة واحدة كده. انا مش قادرة يعني اوصف لكم الولاد لما بيبقى فيه كيك شوكليت بيبقى مدى السعادة اللي بتبقى في البيت. احنا كبار اصلا بنبقى مبسوطين. لو حد عندكم جاي او حاجة ومش متوفر، يعني هما 3 بيضات، كوباية سكر، كوباية، يعني حاجاتها كلها متوفرة في البيت، تمام. وشكلها هوريها لكم في الاخر، لا شكلها بيبقى تحفه. نكون بقى محضرين صينيه وحاطين فيها شويه زيت صغيرين او سمنه، ومعفرينها كده بشويه دقيق، ونحط بقى نبدا نحط الخليط، ونكون مولعين الفرن بتاعنا عشان تلحق تستوي. هي ما بتاخدش اصلا ربع ساعه في الفرن. وهو شكلها اهو. هنبدا ندخلها الفرن على درجه حراره 180 200 حسب الفرن بتاعك. هتقعد قد ايه؟ ربع ساعه. اختبريها بعد ربع ساعه، اوريكم شكلها بعد ما تطلع. وادي شكلها معايا بعد ما طلع من الفرن. بجيب الستيك بقى كده وبعمل كده، وهقول لكم ليه دلوقتي. بس طالعه بقى ايه هشه وجميله ازاي كده. وبعد كده هجيب الخليط بتاعي بقى اللي انا كنت شايله منه على جنب. بصوا يا جماعه بقى بعد ما جمد كده اهو. ودي شكلها معانا. تعالوا بقى نشوف احنا هنزينها ازاي اهو. ادي جزء اهو. بصوا بقى الشكل يا جماعه حلو ازاي. تعالوا بقى بالشوكليت شيبس اهو برضو
تعمل بالاتنين بقى مع بعض انتي براحتك يعني. نطلعها دلوقتي بقى معانا، هوريكم هنقدمها ازاي. وده الشكل الاخير بعد ما حطيناها بقى في الاطباق. ده زي ما قلت لكم لو عايزين بالفراوله ده براحتكم. وده الشكل التاني برضو اهو، عايزه اوريها لكم بقى. بصوا بتتقطع، بصوا يا جماعه فظيعه بجد، فظيعه ملهاش حل. جربوها هشه. بصوا من جوه عامله ازاي، بصوا. ودي شكلها بعد ما خلصناها بقى. جربوها مش تندموا. مستنيه ارائكم وتعليقاتكم، وما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب. مستنيه تعليقاتكم بجد، عايزه اشوف رايكم. يا ريت كلكم تقوموا تعملوها دلوقتي بجد بجد بجد، هايله وجميله. وتشرف في العزوماني الفيديو الجاي. بحبكم قوي، باي باي.